انت فاكر انك لما بتفطر في رمضان ربنا مش شايفك؟ فاكر انك لما تمسك سيجاره وتبص يمين وشمال كانك بتتاكد ان محدش شايفك، ان كده الموضوع خلاص يعني خلص؟ طب خليني اسالك سؤال اصعب. انت بتستخبى من مين؟ من الناس؟ ولا فاكر نفسك بتستخبى من ربنا؟ ولا انت فعلا فاكر انك بعيد؟ هو في مكان اصلا تقدر تبعد فيه عن ربنا؟ رمضان مش شهر اكل وشرب، رمضان مش مواعيد مسلسلات، رمضان مش اذان المغرب وبس، رمضان مرايه وانت واقف قدامها، بس مشكلتك انك مش راضي تبص. فاكر اول مره فطرت فيها في رمضان؟ فاكر الاحساس ده؟ كان في خوف، كان في توتر، كان في احساس انك بتعمل حاجه كبيره. بس دلوقتي الامور بقت عاديه شويه. اخطر حاجه في الغلط انه مع الوقت بيبقى طبيعي. اول مره بتعمل حاجه بتحس بالم، بتحس بوجع. تاني مره الوجع بيقل شويه، بعد شويه اكن مفيش حاجه. الموضوع مش تجاره، الموضوع ان قلبك اتعود انه ما بيحسش. اكتر جمله بنستخدمها عشان نريح ضميرنا ربنا غفور رحيم. هو فعلا ربنا غفور رحيم، بس ربنا برضو شديد العقاب. ليه دايما بنختار الجزء اللي بيريحنا؟ ليه بنمسك في الرحمه ونتجاهل العدل؟ لو واحد صاحبك كل ما بتاذيه بيسامحك، هتفضل تاذيه لحد امتى؟ المشكله مش ان ربنا بيسامح، المشكله ان انت بتستخدم ده بشكل غلط، بتستغل التسامح. انت ممكن تكون صايم عن الاكل بس مش صايم عن الناس. لسانك شتيمه، سخريه، سب دين، الكلمه بتطلع منك في ثانيه بس اثرها ممكن يعيش سنين. انت عارف ان في كلمات ممكن توقع صاحبها وتدخله النار. طيب ليه بتقولها كانها هزار؟ ليه بقينا نغلط واحنا بنضحك؟ ليه الحرام بقى خفيف على لساننا والذكر بقى تقيل؟ جرب كده تقول استغفر الله العظيم 10 مرات هتلاقيها تقيله شويه. طب لما بتشتم ليه بالنسبه لك خفيفه؟ زمان كنا بنستحي، دلوقتي بنغلط عادي. مفيش خوف، مفيش ارتباك، مفيش حتى اي احساس بالذنب. اخطر مرحله في المعصيه مش انك تعملها، اخطر مرحله انك تعملها وانت مطمن، انك تبقى واثق ان مفيش حاجه هتحصل، انك تحس بالطمانينه دايما. مش امان، ده انذار. تعال بقى نهدى شويه كده وتخيل نفسك في اوضه ضلمه، مفيش موبايل، مفيش صحاب، مفيش دوشه، انت وذكرياتك. كل مره قلت معلش عادي، كل مره شتمت، كل مره كسلت، كل مره قلت بكره. بكره بالنسبه لك بقى عادي لحد ما بقى سنين. هو امتى بكره ده هيجي بقى؟ احنا بنتعامل مع الموت كانه خبر عن حد تاني، بس الحقيقه ان هو قرب لك من نفسك. تخيل لو ده اخر رمضان ليك، لو ده اخر اذان، لو دي اخر سجده، لو دي اخر فرصه، تزعل على ايه؟ على السيجاره ولا على انك ضيعت الفرصه؟ كلنا بنفتكر ان لسه بدري، بس الحقيقه محدش ضامن. اجمل حاجه في القصه كلها انك لسه عايش، انك لسه عايش، ان لسه عندك وقت، ان لسه في نفس، لسه تقدر تقول كفايه. رمضان مش جاي عشان يفضحك، رمضان جاي عشان ينقذك. مش مطلوب منك ما تغلطش، المطلوب انك تحاول، المطلوب انك تحس، المطلوب انك ما تبقاش مستهين. ربنا مش محتاج صيامك، انت اللي محتاجه. انت مش بتفطر بعيد عن الناس، انت بتفطر قدام ربنا. انت مش بتشتم في الشارع، انت بتكتب على نفسك. انت مش بتقول عادي، انت بتختار. كل يوم بتختار، يا اما تكون قريب يا اما تبعد اكتر. سؤال، انت ناوي تفضل كده لحد امتى؟ في يوم مش هيبقى فيه رمضان تاني، ولا هيبقى فيه فرصة تانية، مش هيبقى فيه بكرة، مش هيبقى فيه غير سؤال واحد بس: عملت ايه بالفرصة اللي انت خدتها؟ انا نادر، والفيديو ده مش عشان نطلع بعض وحشين، الفيديو ده علشان نفكر بعض. احنا نستاهل نبقى احسن. لو الكلام ده لمس قلبك ما تعديش الفيديو وتسكت، يا ريت تكتب كومنت ازاي ابتديت من جديد، وشارك الفيديو مع اي حد، يمكن في حد مستني حد يفوقه. رمضان فرصة وما تضمنش تيجي تاني.